سنة 1954 أنا كنت عضو بعثة في فرنسا عشان أحضر رسالة الدكتوراه هناك في القانون الدستوري. فأنا كنت ساكن في المدينة الجامعية، وأنا بروي القصة دي لدلالتها العامة. كنت ساكن في البيت الأسباني، حتى كانوا يفتكروني أسباني وأنا فاكرهم مصريين. وكان معانا الله يرحمه دكتور حافظ غانم متوفي بعد ذلك. كان تولى وزارة التنمية أظن. لا ده أخوه. وكنت يعني ساكن في البيت الاسباني، وكنت اكل في مطعم تابع للجامعه اسمه الفيوم جيرمان، لانه كانوا بياكلوا في الجزائري، وكان في وسط الكارتير ده، في وسط الحي اللاتيني. فانا برعونه نسيت ان انا اجنبي، فبدات اعمل اجتماعات للشبان الجزائري الاول الطلاب، وبعدين ما اعرفش ايه اللي خلاني لسه ما استقلتش طبعا الجزائر، وكان في حاله كانت بدات ثوره التحرر. فلما قامت انا برعونه رحت المسجد الاسلامي وقلت خطبه صغيره بعد الصلاه، كنت اتناوب الكلام انا وواحد لبناني الله يرحمه اسمه كان بيدرس دكتوراه هناك. فقلت ايه جه في مخي: لناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها اذله وهم صاغرون. بعدها اتصل بيا مدير المركز الاسلامي المسجد في ذلك الوقت، وكان عميلا كده عميل عالمي، وكان في واحد كولونيل فرنساوي مشرف على المسجد. فنده لي وقال لي: انت بتاخد ما هي قد ايه من حكومتك؟ قلت له: مالكش دعوه، باخد ما يكفيني. قال لي: طب ايه رايك؟ انا مش عايزين نعرف انت بتاخد قد ايه، مستعدين نديك قدها 4 مرات بس ما تتكلمش في السياسه. فاخذني، قلت له: لا انا ما بتكلمش في السياسه، انا بقلع السياسه مع الجزمه وانا داخل. المهم بعد اسبوع جاءني استدعاء الى المحافظه، فرحت الساعه 9 الصبح، خدوا مني كارت الاقامه واجلسوني في غرفه كبيره فيها قطاع الطرق وتجار المخدرات والمميسات، وخدوا ختم ايديا ورجليا كمان، وقعدت كده من 9 ل 5، انما الشباب بيديك طاقه. فتاني يوم شوف برضه الدلال، رحت السفاره المصريه على طول، وكان السفير عليه رحمه الله توفي من 2 اسمه محمود صالح الفلكي. وانا بروي هذا بس عشان يبقى الحديث له لحم ودم، الناس تحس انه تجربه فعلا. قال لي: يا ابني قول لي عملت ايه؟ قلت له: يا سياده السفير ده مديني 48 ساعه. قال لي: هتجي لي بكره. رحت له تاني يوم الساعه 12، فوجئت بيه. قال لي: يا ابني انا درست، انت ما غلطتش، وانا هحميك. هل هذا يحدث الان؟ صعب جدا، ده الناس بتخاف تروح السفارات. يمكن في يعني القصور الذاتي لتجارب مريره، لكن اللي حصل اني انا فوجئت بهذا السفير، وقال لي شاور على اوضه كده، وقال لي: فيها 2 هناك، واحد اسمه عادل بيك فاضل، والتاني اسمه اشرف بيك غربالي، خلي واحد يجي يكلمني. دكتور اشرف عليه رحمه الله بعد كده صديق عزيز، معتذر من سفير مصر في امريكا بعد كده. بالظبط. طلع معايا سكرتير اول عادل فاضل، وانا مش عارف هيقول ايه. دخلنا عند نائب المحافظ اللي كنت انا في اليوم المحافظه انا كنت فيها قبلها بيوم، وابتدى يتكلم بثقه كبيره جدا. قال له: انتوا طلعتوا في هولندا واحنا درسنا حالته، ما فيش مأخذ عليه، ما عندناش مشكله، هنبعته يكمل في بروكسل او في لندن. وضحك كده قال له: بس خلي بالك قدامه، انا بقى اقسم بالله هذا الذي قاله وعمل بايديه كده، هنطلع من مصر 10 فرنساويين، ومش هيبقوا طلبه زيه، هيبقوا اساتذه جامعه او رجال اعمال. والله يا استاذ ابراهيم الرجل قال: طب ايه انت بتتكلم بصفه شخصيه؟ قال له: لا انا ببلغك عن السفير وان شئت تكلمه. قال: طب استنوا. وغاب نص ساعه ورجع وقال ايه؟ احنا قدرنا ظروفه وهنسيبه 6 شهور كمان. شفتوا الدلاله يا جماعه؟ دكتور احمد كامل مجد بيقول انه نائب سفيرنا قال للمحافظ او نائب المحافظ الفرنساوي: ايوه هتطردوا الشاب المبعوث المصري ده اللي اسمه احمد كمال ابو المجد، هنطرد لكم من مصر 10 فرنساويين رجال اعمال، وده يعني فده الردع الصحيح. فعادوا عن قرارهم طبعا. انا بقى ضحكت طريق، ما هو برضه واحد كان لسانه طويل يعني. فقال لي: بتضحك ليه؟ ده انا ابو المحافظ. قلت له: لا مش هقول لك، هتزعل. قال لي: ليه؟ قلت له: انا بضحك من السعاده، عرفت اني انا في نظر حكومتي اسوي 10 زي حضرتك. ومشيت. بس انا بقى ما قعدتش 6 شهور، كنت مرتب اموري، ما احنا برضه يعني لنا خبره. فكنت طالب نقلي ان انا خلصت الدوكيومنتيشن اللي بعملها وعايز اروح لندن. ده دلالته انه قرايه الخريطه وان انت في عالم يحترم الاقوياء، ومش بس يكره
يعني ما يحترمش الضعفاء يكرههم كراهة عاطفية. فإذا أردنا أن نكون لنا كلمة، الكرامة قضية محورية. طب يعمل إيه المواطن